تفتكر بعد ما قارنت بين اشهر المدرسين مين الاقوى في كل ماده؟ محتار بين المدرسين ومش عايز تختار حد تندم عليه اخر السنه، يبقى لازم تشوف الفيديو ده، علشان انا مش جاي اقول لك المدرسين المشاهير بس او اعمل لك مقارنه من على النت وخلاص، لا جاي اقارن لك بين المدرسين اللي جبت معاهم انا واختي فوق ال 95%، ده غير اني هعرفك مدرسين مش مشاهير لكل ماده وهحكي لك التجربه كامله. علشان كده الكلام اللي هتسمعه دلوقتي مش هتلاقيه في اي فيديو تاني على اي منصه. انا دكتور زي قدرت اساعد مئات الالاف من الطلبه في المذاكره، وهحكي لك النهارده على المقارنه اللي عملتها مع اختي واللي وصلتها لاكثر من 95%. تفتكر هل اختي بدات السنه مع مدرسين شطار؟ وهل لو انت عكيت في البدايه في امل تجيب مجموع ولا لا؟ من حوالي سنتين تحديدا شهر 9 سنه 2024، الوقت ده كانت اختي داخله ثالثه ثانوي، بدات بقى وقتها المرحله بتاعه البحث عن المدرسين، كان خلاص هي وصاحبتها محددين مدرسين ياخدوا معاهم، فانا قلت لها بلاش عشان أنا مجرب قبل كده وعارف، لكنها ما خدتش بكلامي وقلت لها براحتك. وعدت الايام لحد ما لقيتها جايه بعد شهرين، تقدر تقول على بدايه شهر 11 كده، تقول لي زياده انا حاسه بصراحه كده انها تايهه، حاسه ان انا ببذل مجهود كبير قوي بس مش لاقي نتيجه في مواد كتير، لاني مش حاسه ان مدرس الماده قوي زي ما في دماغي، علشان كده عايز اشوف مدرسين اقوى. وبيني وبينك عزيزي المذاكراوي، احنا عيله مش بتقتنع بالمدرس بسهوله. قلت لها يا بنتي ما قلت لك من الاول. قالت لي اهو اللي حصل بقى. قلت لها خلاص ماشي هساعدك باذن الله نصلح كل اللي حصل ده. وبدانا انا وهي رحله البحث عن افضل مدرسين ثانويه عامه في مصر. تفتكر مين احسن مدرسين في مصر ومين المدرس اللي مش مشهور اللي هكشفه لك دلوقتي في كل ماده؟ بدانا باول ماده موجوده معانا وهي الكيمياء، بالرغم من ان اختي كانت ماشيه فيها كويس مع السنتر، لكن المشكله في حاجات كده بتقع منها في النص، اللي هو بتبقى عايزه مثلا تسمعها تاني تاكيد فهم، او نقطه مثلا ما ظبطتش معاها قوي تبدا تسمعها تاني، ده غير اننا كنا عايزين نراجع بدري والمستر هيخلص اول خمسه، فبدانا نشوف حد اونلاين، وكان الاختيار ما بين مستر خالد صقر ومستر عبد الجواد. جربت ده وجربت ده، وطبعا الاثنين اساطير، بس اتفاجئت بمشكله عند ده وعند ده. مستر عبد الجواد افكاره عاليه قوي، محتاج حد تقيل يعرف يلاحق وراه، ومش كل الطلبه بتعرف تعلى بالليفل معاه كده، علشان كده لما جربت مستر خالد صقر حست ان شرحه بسيط كده تمام مفهوم، بس المحاضرات طويله، اللي هو ممكن محاضره واحده تخلصها في يومين مثلا، وده بصراحه صعب شويه انك تلتزم بيه لو انت بتاخد دروس تانيه. علشان كده كملت طول السنه لحد المراجعه النهائيه، لحد اول المراجعه النهائيه سنتر مع مستر محمود الغرباوي، ده المستر اللي مش معروف اللي انصحك تجربه، وبجد بصراحه مشينا معاه انا واختي وبصراحه ممتاز جدا. بالاضافه بقى طول السنه بتسمع، وهي مشتركه اوريدي اصلا مع مستر خالد صقر، فبتسمع اللي هي محتاجاه من مستر خالد صقر، واشتركت معاه كمان في المراجعه النهائيه. بس الاهم من الكيمياء هو العربي، ده بصراحه فيه اوبشنين. الاوبشن الاول منهم هو مستر محمد صلاح، وده ما شاء الله اكتر مستر بيتطور في مجال التدريس كله. اما الاوبشن الثاني فهو مستر رضا الفاروق، وده بصراحه شرحه حلو وبيفهم جدا، فاشتركنا مع مستر محمد صلاح وكان كويس جدا بصراحه. بس انا مش هكتفي لك بده بس، وانا ببحث وبشوف الداتا المتاحه او البيانات المتاحه والفيديوهات اللي اتعملت في نفس الموضوع ده، لقيت فيديو للدكتور اسمه خيري كان بيتكلم على مستر عامل فيديوهات مجانيه على اليوتيوب اسمه محمد عوض، بيقول انه ممتاز جدا في القراءه والنصوص. انصحك فعلا تسمع الفيديوهات المجانيه بتاعته بجانب يعني جنب المستر اللي انت هتشترك معاه. لكن خد بالك مهما سمعت من مدرسين، لو انت مش منظم مذاكرتك فمش هتوصل ل 70% حتى. تقول لي يا عم زي انا ما اعرفش انظمها ازاي، يعني هو انا جبت مجموع قبل كده؟ اقول لك انت محظوظ، لان حجز شهر 9 في خدمه مذاكراوي فاتح حاليا، فلو انت عايز دكتوره تتابعك وتعمل لك جدول مذاكره خاص بيك تحقق نجاح زي كل الطلبه اللي موجودين قدامك دول، فالحق دلوقتي مكانك، لان الاماكن قليله جدا، وفي وقت تصوير الفيديو ده 25% من الاماكن اتملت اصلا. هسيب لك اللينك في الوصف وفي اول تعليق لو انت على اليوتيوب، اما لو على باقي المنصات فابعت لي برايفت وباذن الله هرد عليك طول ما الحجز مفتوح. نرجع تاني لقصتنا ونخش على العقبه اللي بعديها، وهي عقبه الانجليزي. بصراحه ما حدش ظبط معاها من الاسماء اللي موجوده اونلاين، علشان كده اخدنا سنتر في الزقازيق هنا مع مستر اسمه ايمن موسى في السنتر الاوروبي، فانت لو ظبط معاك حد اونلاين اسمعه. لكن كل كوم والاحياء كانت كوم تاني، بغض النظر انها ماده خداعه جدا. احنا بصينا على الاسماء الموجوده وبدانا نجرب دكتور محمد ايمن ودكتور الجوهري. صراحه الاثنين كويسين جدا جدا بجد يعني، بس هي فهمت اكتر من مستر احمد الجوهري فاشتركنا معاه، بس ما كناش نعرف المشكله اللي هتظهر بعد كده، وهي ان المحاضرات طويله قوي، خصوصا يعني ان احنا ما كناش من هواة الاناشيد قوي، علشان كده ما كانتش بتسمع كل المحاضرات. وبرده شفنا البدائل الاونلاين المتاحه، وفي نفس الوقت قعدنا ندور على بديل كويس في السناتر، نحاول نشوف هنا ونشوف هنا لحد ما لقينا مستر كويس في الزقازيق اسمه مستر محمد عبد الكريم، موجود في شيبه، الناس في الزقازيق عارفه، بس للاسف المستر ده ما عندوش اونلاين، فممكن نستبدله بدكتور احمد رضوان او دكتور ياسين العدل في الحته بتاعت الاوبشن اللي مش مشهور. بس لو فاكر ان اللي فات ده اصعب حاجه فانت غلطان، لان الماده الجايه اختي كانت هتاجل بسببها ثالثه ثانوي كلها. تفتكر مين هو المدرس اللي مش مشهور اللي انقذ اختي
في الفيزياء. بدانا في اول السنه ندور على مدرسين فيزياء في السناتر، بس الصدمه ان محدش ظبط معاها خالص ولا اسيستنت حتى. فضلت كده مع مستر مشهور موجود عندنا لحد ما نشوف له بديل. علشان كده قررنا ان احنا نتجه على الاونلاين. بدات تسمع مستر محمد عبد المعبود، وده المستر اللي انا برشحه عشان ده اكتر مستر تقيل في الماده، والامتحان فعلا بيجي من مراجعته. مش فاهم حاجه. قلنا خلاص نشوف دكتور كرولوس، ده اكتر حد اللي هو يعني نظامه قريب من دماغ الطالب خالص. برضه مش فاهمه ومش عارف احل. نشوف محمود مجدي، وده بالنسبه لي يعني اكتر حد ممتع وشرحه لذيذ في الفيزياء كلها، وانا دايما برشحه لو ما ظبطش معاك مستر محمد عبد المعبود. مش فاهم حاجه. علشان كده فضلت مكمله مع المستر اللي موجود في السندر هنا، ومش عايز اقول اسمه بصراحه يعني عشان خاطر ربنا، مع ان نظامه وحش جدا. بس المشكله اني لقيت اختي بدات تحس ان مفيش امل، لدرجه ان هي بدات تفكر في تاجيل الفيزياء من كتر ما هي عقبه صعبه بالنسبه ليها. لحد ما جينا في شهر 5 حد قال لاختي عن مستر موجود في الزقازيق هنا اسمه احمد حازم. انا بصراحه رحت له لما كنت في ثالثه ثانوي وما فهمتش منه ولا كلمه، بس هي قالت اما اروح اجرب. بس الصدمه انها فهمت منه جدا، طلع جامد ومناسب معاها جدا، لدرجه انه اداهم ملاحظات كده يحفظوها قبل الامتحان. المفاجاه بقى ان جه منها اسئله كتير جدا. وليه قناه يوتيوب بالمناسبه، وممكن نعتبر ده الاقتراح اللي هو مدرس مش مشهور كويس. وفي مستر كمان اسمه مستر فارس العناني، برضو لسه بادئ يعتبر السنه اللي فاتت او في اخر السنه اللي قبلها مثلا، بس المدرس برضو كويس جدا. انت عرفت المدرسين دلوقتي، بس لسه ما تعرفش ايه هو احسن نظام مذاكره تبدا بيه السنه. ده النظام اللي خلاني اطلع من اول دفعتي. سيبته لك في الفيديو اللي هيظهر قدامك على الشاشه ده. سلام يا مذاكراوي.